بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أجلى بنور العلم غياهب الجهل، ورفع به قدر حامله، وجعله ميراثا مباركا لمن أكرمه بطلبه والتمكن منه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأعظم والمصطفى الأكرم، وعلى آله وصحبه أولي النهى والحكمة والبصيرة. أيها الحضور الكرام، أساتذتنا الأجلاء، زملائي وزميلاتي الخريجين والخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نقف اليوم على أعتاب لحظة يتسع فيها أفق المعنى وتستبين فيها طرق الرسالة، لحظة نطوي فيها صفحات الجد والمثابرة، ونفتح فيها صفحات جديدة تبشر بمسيرة أكثر نضجاً ورشداً. وما جمعنا على هذا الطريق بعد فضل الله إلا معهد الجزيرة، معهد كأنه روض معرفة ومركز حكمة وواحة أدب وتهذيب. يا معهد الجزيرة فيك المجد مكتمل، وبالعلوم يفيض النور يتصل. ربيت قوماً فنابوا في معالمهم، وضوءهم في ضروب الخير يشتعل. فيك الدروس كريح الغيث منهمر، يحلو بها الفهم والأرواح تبتهل. يا معهد الجزيرة لا زلت مزدهرا، فالعلم فيك يسمو وينفجر. ومن رباك خريج قد تزود من نور اليقين، وفيه حكمة اتصل. هنا العلوم تزان والمعارف تجمل، وتسمو بالطلاب نفوسا تنتهل. وفي الحلق يرتقي العلم ويتجلى، ويسمو معه القلب والروح تبتهل. يا معهد الجزيرة لا تزل فخرا، ففيك البر ينتشي والعلم يتصل. جئنا إلى هذا المعهد وقلوبنا تحمل شوق الطالب لمعرفة تجلي، وعلم يزكي، ومهارة تقيم لصاحبها مقامه. فكان المعهد بنخبته ومجالسه ودروسه روضاً نضراً، نقف فيه على الجمال اللغة ورونق الشرع وهيبة القرآن الكريم. في رياض اللغة العربية تعلمنا كيف نلامس جوهرها، ونعرف سر جلالها، ونستكشف أسرارها. فهي لغة سامية تعلو فلا تدانى، وتسمو فلا تجارى. بها نزل الكتاب، وبها سطع بيان الأمة ومجدها. وفي حلقات العلوم الشرعية تعلمنا أدب التلقي، ومقام الدليل، وجلال النصوص، وسماعة الفهم المحقق والنظر المرضي. وأما القرآن الكريم فهو سر القوة في الضعف، ونور الطريق إذا تشابهت المسالك، وسكينة القلب إذا ترددت النفس. حفظناه تلاوة، وأحكمناه تجويداً، وتدبرناه فهماً، فازددنا به ثباتاً ويقيناً. أساتذتنا الأجلاء، كنتم لنا بعد فضل الله أنواراً تهتدي، وقدوات تبني، ومنابع علم لا تنضب. بذلتم فأحسنتم، وعلمتم فأتقنتم، فلكم منا دعاء صادق يسري، وثناء جميل يبقى. أيها الخريجون والخريجات، إن أمامنا رسالة جليلة، وأمانة عظيمة، وعبئا نبيلا. فالمعلم ليس من يلقي درسا فحسب، بل هو من يبقى عقلا، ويقيم خلقا، ويهذب نفسا، ويرفع أمة. فاحملوا العلم بجلاله، وبلغوه بأمانته، وكونوا مصابيح هدى في دروب تغمرها الظلمة. وفي الختام نتقدم بخالص شكرنا لمعهدنا الماجد الذي صقل ملكاتنا وهذب ألسنتنا، وأعدنا لمقام التعليم ورسالته الباهرة. نسأل الله أن يجعل علمنا نورا، وخطانا موافقة، وأعمالنا صالحة لوجه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.